مرحبا أصدقائي، أهلا فيكم في قناة منى كورنر. أتمنى الفيديوهات تكون عجبتكم، وأتمنى تدعموني باللايك والشير والاشتراك. فيديو اليوم بيكون باللغة العربية، حامل فيه مقارنة بسيطة عن الحياة في السعودية مقارنة بالحياة في الصومال من نواحي المعيشة، الغلاء، ما إلى ذلك. طبعا حبيت أعمل الفيديو هذا عشان يكون مرجع للي حاب ياخذ فكرة عن الأسعار وبعض التفاصيل المعيشية. طبعا بتكون المقارنة من نواحي أسعار الشقق، أسعار المأكولات، المشروبات، ما إلى ذلك. طبعا أنا حبيت يكون هذا الفيديو متواجد عشان يكون مرجع للي حاب ياخذ فكرة وحاب ينتقل. بيكون مرجع بيعطيه فكرة عن الحياة كيف بتكون، إيش اللي بيكون منتظره. بنبدأ من حيث أسعار الشقق والبيوت. طبعا اللي عنده بيت ملك ما شاء الله تبارك الله ما حيعاني، لكن اللي بيسكن في إيجار ما إلى ذلك، البيوت بتتراوح أسعارها بين 250 ل 350 دولار. طبعا هذه الشقق أنا بتكلم يعني الأفريج 3 غرف بمنافعها، أو 4 غرف أو 5 غرف. طبعا غالبا ما تلاقي غرفتين، الغالب يكون 3 4 5 غرف. الأحياء اللي أنا بتكلم عنها اللي بتكون داخل البلد، يعني ما بتكلم عن الأحياء البعيدة زي هولوذاك، هوفن، بكارة، وبري. الأحياء هذه بتكون الأسعار فيها متقاربة، باختلاف طبعا كل بيت والإمكانيات اللي فيه. طبعا أنا ساكنة في وسط البلد، فعشان كذا الأسعار هذه بتكون يعني بهذا الغلاء. ممكن أنا شايفتها يعني مقارنة بالسعودية، يعني الشقق تتراوح ما بين 1000 وشوية، 1000 ريال، 1500 ريال ما إلى ذلك. طبعا كل ما تكون قريب من البلد، تكون قريب من بكارة، كل ما كان السعر أغلى، كل ما كنت أبعد كل ما يكون السعر أرخص. يعني في الأحياء البعيدة أو المناطق البعيدة زي كحشي قال أتوقع، بيكون الإيجار أرخص بكثير من هذا. طبعا لكن أنت بتحسب المسافة من بكارة من إلى المواصلات ما إلى ذلك. نيجي للشيء الثاني اللي هو أسعار المأكولات. عموم المأكولات في قاعدة اللي هي كل ما كان الشيء لوكال أو محلي بيكون أرخص من الشيء المستورد. فلما نيجي لأسعار الخضار، الفواكه، إذا ما كانت يعني إذا كان في موسمها يعني بتكون أرخص، زي الموز، الإسبانريس، المانجا. هذه أشياء لوكال متواجدة في البلد، فبتكون أسعارها أرخص. يعني ممكن تلاقي بأقل من دولار، يعني بنص دولار أو أقل بكثير، يعني على حسب الكمية اللي أنت بتاخذها. لكن لما نجي للفواكه اللي بتكون مستوردة زي التفاح، الأناناس، الفراولة، هذه الأشياء بتكون أغلى. يعني ممكن يعني بالتقريب 3 تفاحات ب1 دولار، وهذا تلاقيه في بكارة فقط عشان يعني بيبيع باعتماد الجملة. لكن في السعودية أتوقع كنا ناخذ الكيلو يمكن 4 أو 5 حبات يمكن ب5 ريال أو شيء زي كذا. طبعا أنا الأسعار في السعودية يمكن لي 2 سنين ما أدري عنها. الخضرة عندكم زي الطماطم، البصل، البطاطس، هذه كلها أسعارها يعني رخيصة ومقبولة جدا. بالنسبة للأكلات الثانية، المأكولات الثانية مثل الرز، السكر، الدقيق، أنا شايفتها تقريبا أرخص شوية ممكن من السعودية. كيلو الدقيق يتراوح ما بين نص دولار، يعني بريالين، أو ممكن مقارب للسعودية. وكذلك كيلو السكر نص دولار. الرز البسمتي اللي كنا في السعودية ناكله أبو كاس ما إلى ذلك، هذا بيكون شوية أغلى. لكن في أنواع رز لوكال يعني تمشي الحال، بتكون الكيلو حقها يمكن ما بين دولار أو أقل، يعني تقريبا 4 ريال أو 3 ريال سعودي. طبعا كل ما تشتري الأشياء من سوق الجملة البكارة بيكون أرخص لما يعني تشتري من دكاكين الأحياء.
خصوصا انه بعض الاحياء بيكون فيها الدكاكين يعني ما بيكون فيها كل المتطلبات اللي انت تبغاها، يعني مجرد اشياء بسيطة للاستخدام اليومي. نيجي بالنسبة للملابس. بالنسبة لملابس الخروج، أنا عن نفسي يعني كنت جايبة معايا كمية كبيرة من الملابس من السعودية، والاغلب كل ما كان احد يجيني يعني من السعوديه كنت اوصيه يجيب لي ملابس الخروج، لانه انا حسيت انه هي ارخص شويه في السعوديه. ملابس الخروج هنا في الصومال يعني ما بين انها تكون ملابس مو حلوه، يعني ما يعني ستايلها ما عجبني خصوصا للاطفال. فيعني هذه اسعارها تكون رخيصه، يعني ما بين 3 4 5 دولار. لكن الملابس شكلها حلو مقبول، يعني أنيقة، يعني على الذوق العام، بتكون شوي أغلى. فيعني بتكون مستوردة غالبا فبتكون أغلى. فأنا لما قارنت الأسعار يعني ممكن طفلة عمر 4 سنين بنتي، الطقم الكامل يعني أتوقع في السعودية ممكن في أماكن يعني بتبيع بأسعار مقبولة، يعني مثل سيتي ماكس او انا نسيت نسيت المحلات في السعوديه، لكن ممكن طقم الطفله ممكن تلاقيه تقريبا ب50 ريال، يعني في الافرج احنا بنتكلم. لكن هنا في الصومال ممكن تلاقيه 100 وشيء، ففي فرق في السعر. فغالبا انا باخذ ملابس البيت، ملابس البجايم من الاسواق هذه، لكن ملابس الخروج غالبا بطلبها من السعوديه. كمان بنتكلم من ناحية الملابس العادية اللي هي الملابس التقليدية زي الباتي وهذه، أسعارها تقريبا نفس أسعار في السعودية، ما في شيء فرق كبير. بنيجي كمان للمطاعم. من ناحية المطاعم المحلية اللي هي قصدي اللي بتكون في الحواري. هذه المطاعم طبعا أنا ما عجبني أكلها، ما أعرف. لكن المطاعم اللي بتكون في الأماكن الراقية مثل المطاعم الكبيرة اللي بتكون في الفنادق، هذه أكلها مقبول وحلو، مثل الأكل إحنا كنا بناكل في السعودية. فممكن تلاقي البيتزا تقريبا 8 دولار. 8 دولار يعني الحجم، احنا بنتكلم عن الحجم الصغير او الوسط، اذا ما خانتني الذاكرة، الوسط او الصغير. فحجم البيتزا هذه اللي هي 8 دولار تعادل ما يقارب كم 30 دولار، كم 30 ريال سعودي. ففي فرق كبير شوية في الأسعار. ممكن كمان المأكولات زي الشاورما، أرخص شاورما ممكن الشخص يلاقيها ساندويتش الشاورما هنا في الصومال، ساندويتش يعني يكون كويس ب2.5 دولار أو 3 دولار. طبعا في السعودية احنا كنا بنشتري ساندويتش الشاورما على أيامي ب5 ريال أتوقع أو 4 ريال. لكن هنا لما تحسب 3 دولار أو 2.5 دولار يعني تقريبا 10 ريال. طبعا أنا بحسب بالسعودي لأنه أنا الفلوس اللي بتجيني من السعودية، يعني أنا بقارن هذا بالسعودي. لكن اللي بيكون يعني مثلا بتجي الفلوس من برا يعني بالدولار، فهذا الشيء ما بيكون عليه عائق، يعني لأنه نفس التكلفة. طبعا فرق الدولار، عفوا أقصد العملة المستخدمة، نسيت أذكر هذا في البداية. العملة المستخدمة هي الدولار في كل شيء. في الشلن الصومالي مجرد يستخدم في الأشياء البسيطة جدا، يعني مثل الخضار، اللحم. كمان بالنسبة المواصلات العامة الكبيرة حتكلم عنها كمان قدام في الفيديو. هذه يستخدم فيها الشلن الصومالي. 1 دولار يساوي 24 أو 25 ألف شلن صومالي. طبعا فلكم انكم تحسبون، يعني الناس ما بيستخدموا الفلوس هذه كثير، لانه تخيل تشيل كيس كبير 10 دولار، انت حتضطر تشيل كيس يعني، او 20 دولار، يعني بيكون كيس كبير من الفلوس التفاريق هذه. طبعا في نقطة أنا حسيت يعني لما كنت في السعودية كان في كافيتريات صغيرة نلاقيها في الحواري، هذه اللي كانت تبيع مثلا فطيرة، تبيع لك السندوتش بأبو ريال، ريالين، 3 ريال. هذه الأشياء ما في هنا،
يعني أطلق سندويش أو أحسن سندويش ممكن تاكله وأنت مرتاح نفسيا 10 ريال. هذا يعني أقل ساندويش ممكن تاكله. فالكافيتريات هذه حقت الحواري، البطاطس المقلي، أنا جدا جدا اشتقت لشيء اسمه بطاطس مقلي. أنا كنت ساكنة في جدة، فالبطاطس المقلي اللي كان في الحواري هذا الشيء افتقدته كثير، ما في. هذا هو. نسيت طبعا أذكر بالنسبة للمأكولات اللحم. طبعا اللحم هو الوجبة الرئيسية، يعني ممكن في الصباح مع العنجيرو لحم، في الغداء مع الرز أو المكرونة لحم. فاللحم هنا بيعتبر رخيص مقارنة بالسعودية. ممكن كيلو اللحم الغنم تقريبا 5 دولار ل4.5 دولار، يعني أرخص بكثير من السعودية. في السعودية الكيلو كنا ناخذه 30-40 في حال يعني إذا كان يعني السعر معقول يعني. نيجي للمواصلات. بالنسبة للمواصلات، الوسيلة الرئيسية هي التوك توك، أو زي ما يسموه هنا البجاج. طبعا هذه متواجدة بكثير في المدينة. طبعا مسلية بس يعني متعبة شوية نوعا ما. لما تركب التوك توك تروح وترجع مشوار، تحس ترجع انت مكسر، يعني الشخص يكون مكسر. ما ادري يعني. غالبا لما كنا نروح في السعودية نطلع السيارة ما كنا نحس بترجع وانت تعبان. لكن في سبب رئيسي انا حتكلم عنه دحين. بالنسبة للمشاوير حقت التوك توك تتراوح ما بين دولارين، 3 دولار، 4 دولار، على حسب المكان اللي انت بتروحه. ال طبعا على حسب بعد وقرب المكان. أرخص بكثير من السعودية. أقل مشوار كنا نطلعه في الليموزين كان ب10 15 20، بس طبعا عشان ليموزين سيارة في فرق هنا. طبعا الوسيلة اللي تيجي بعدها اللي هي البي ال، اللي هي الباصات العامة الكبيرة. هذه جدا رخيصة، يعني أقل من نص دولار. يعني المشوار ما بين 3 6 8 ألف شلن صومالي، يعني يعني يعادل ريال أو ريالين سعودي. فطبعا تكون مزدحمة ويلف فيك المدينة كلها، بس حلو للي حاب يتعلم المدينة، يتعلم الحواري، جدا مفيدة. لكن الوقت اللي بتاخذه في المشوار جدا بيكون طويل. بالنسبة للسبب الرئيسي إنه الواحد لما يطلع التوك توك ويرجع وهو تعبان، هي الطرق الغير معبدة. يعني الطرق أغلبها غير معبدة، مجرد الطرق الرئيسية هي اللي تكون معبدة. يعني أنا في البداية انخدعت، كنت أشوف صور في التلفزيون عن الصومال أو فيديوهات، كنت أحس كل الطرق زي هي الطريق حق الدبكة أو نمبر أفر كلها معبدة كذا. لكن في الحقيقة المرة لما تيجي وتشوف بنفسك حتعرف إنه أغلب الطرق غير معبدة. يعني التوك توك تطلع وترجع وأنت متبهدل، خصوصا إذا كنت رايح أماكن بعيدة زي كحدة أو مدينة، يعني الطريق بيكون جدا سيء. فالطرق الغير معبدة هذه يعني جدا سيئة. في وسيلة مواصلات اللي هي السيارات اللي بالطلب، يسموها هنا ركاب. وكان في واحدة قبلها شركة كان اسمها دوي، بس هذه الأيام ما هي فيه. فبيكون تطلبها عن طريق الابليكيشن. الكيلو أتوقع الكيلومتر يحسبوا لك هو نص دولار. طبعا بتكون بكثير أغلى من السيارات الثانية، لكن بيكون في رفاهية. بالنسبة للإنترنت، الإنترنت فيه باقات منزلية اللي هي DSL من شركة هرمود. اشتراك 30 دولار شهري. في السعودية كان تقريبا 150 ريال، اللي هو جود. أتوقع اتصالات السعودية كنت أستخدمها، تقريبا السعر مقارب. بالنسبة لقوة الإنترنت، يعني أنا استخدام يعني متوسط. يعني أتابع أفلام ممكن على أونلاين، يعني ماشي الحال، مو ذاك القوي ومو جدا ضعيف. لأن أنا سمعت في دول كثيرة، يعني في أفريقيا يعتبر إنترنت الصومال أقوى بالنسبة لها. يعني في أوغندا تقريبا الإنترنت، يعني في لي أقارب هناك بيشتكوا كثير من الإنترنت هناك. فيعتبر إنترنت الصومال متوسط إلى حد ما. في كمان باقات بيانات الجوال أرخص، بتكون 1 دولار أو نص دولار أو أقل كمان، يمكن 25 سنت للي بيشحنوا. عادية زي الباقات البيانات العادية، لكن طبعا بتخلص بسرعة. لكن إنترنت DSL بيكون أوفر، وبيكون استخدام كذا شخص أفضل.
بالنسبة لأسعار الكهرباء طبعا على حسب الاستخدام، هذا شيء معروف. يعني بس أعطيكم خلفية عني. أنا ما عندي تكييف، مجرد المراوح والأجهزة الكهربائية اللي في البيت زي الثلاجة، الغسالة، ما إلى ذلك، التلفزيون. هذا تقريبا أرخص شيء دفعته لما يكون في الجو البارد. ما بيكون الجو حار وما بنستخدم مراوح بكثرة. 25 دولار، يعني تقريبا 100 ريال سعودي. هذا أرخص فاتورة كهرباء دفعتها من يوم ما جيت الصومال. بالنسبة يكون في حر نستخدم المراوح. طبعا البيوت يعني البيت لما يكون البيت شوية بارد ويكون شوية مرتفع، احنا ساكنين في شقة في الدور الثالث، فيعني بيكون أبرد شوية عن لما يكون البيت أرضي، بيكون متزاحم متقارب، بيكون حر شوية. فيعني غالبا بتكون الكهرباء تيجي المروحة استخدام ليلي فقط 30 دولار، 35 دولار، ما إلى ذلك. بالنسبة لاستخدام الكهرباء أنا ما أدري، حسيت أحيانا بيكون في شطحات، يعني أحيانا تكون الكهرباء مرتفعة وأحيانا منخفضة، يعني وأحيانا يكون نفس الاستخدام بس ما في فرق. يعني بس ما تعرف، يعني الشخص يعني لما يجوا يقرأوا البيانات العداد، يعني أحس أحيانا ما بيقرأوها زي الناس، ولا هو يعني بالتخمين، ما أعرف يعني. نفس الشيء الموية الفاتورة حقت الموية تتراوح ما بين 15 ل20. طبعا في ناس بتجيهم أقل بكثير، بس أنا حسيت إنه لما يكون البيت عمارة أو شقة، بي يعني بيجيبوا أعلى، يعني بيعطوك قراءة للفاتورة أعلى. ما أحس إنهم بيقرأوا الفاتورة زي الناس، يعني هو بالتخمين. هذا اللي أنا الشيء اللي حسيته. طبعا على حسب الشركات، في شركات أحسن أو شركات أفضل، بس لكن أنا الشركة اللي أتوقع بيكو هي المشهورة هنا، حسيتها يعني عادي. ما يعني بيكون أحيانا ما بيكون في فرق كبير، لكن يعني أنا حسيت القراءة في شركات ثانية، القراءة ما يعني ما بيقرأوا العداد زي الناس، أحسه بالتخمين. نيجي لموضوع اللغة. بالنسبة لموضوع اللغة، أنا ما كان عندي مصاعب كثير في اللغة، الحمد لله اللغة عندي كويسة، وممكن تشوفوا الفيديوهات. لغتي الحمد لله في السعودية كنت أتكلم الصومالي كويس، فلما جيت هنا هذا الشيء جدا ساعدني. فبالنسبة للغة ما واجهت مصاعب كثيرة، لكن الشخص اللي ما بيكون عنده لغة كويسة يعني أكيد بيواجه صعوبات شوية. طبعا الناس هنا لما تيجي تشتري في السوق وزي كذا، كل ما حسوا انك ما انت لوكل يعني بيكون السعر اغلى عليك. فمفيد جدا انك الشخص يحاول يتأقلم في البيئة اللي يكون فيها، يعني يلبس اللبس قدر الامكان، يعني اللبس التقليدي يعني متعارف عليه، يتكلم بالطريقة نفسها بحيث انه تضمن انه ما يخدعك احد. وهذا الشيء اتوقع يعني مشترك في كل العالم، يعني في أو أغلب الدول العربية يعني. كنت أشوف خواطر لما كانوا يعني كانت في حلقة أتوقع كان بيطلع تاكسي، يعني كان الأسعار جدا متفاوتة كل ما كانوا يحسوا الشخص ما هو لوكل. فهنا نفس الشيء، يحسوا إنك ما أنت لوكل، ما أنت شخص متواجد أو شخص فريش جديد، حيكون أغلى عليك السعر. بالنسبة أيضا للمعيشة، يعني المعيشة بشكل عام على حسب الشخص وإمكانياته. يعني في ناس ممكن يعيشوا في اليوم بأقل من 5 دولار، بدولارين، بدولار واحد في اليوم. وفي ناس يعني بيكون متوسط معيشتهم 10 دولار. حسيت الوضع في أفريقيا ما في طبقة وسطى تمام، يعني إنه الشخص يكون طبقة جدا فقيرة، أو إنه الشخص يكون طبقة جدا مرتفعة، أو يعني طبقة أقرب للمرتفع، يعني ما في تفاوت في الطبقات. بالنسبة للاختلاط بالناس، طبعا عندهم فكرة الشخص هذا جاي من برا، يعني بيكون مليان فلوس، معاه فلوس. أنا كنت أحاول قدر الإمكان، يعني هذه تجربتي، أنا كنت أحاول قدر الإمكان إني أبين أنا لوكل ماني جاي من برا. إلا لما الجار هذا أو الشخص هذا أكون شخص أثق فيه، ساعتها ممكن أبين له، لأنه ما تعرف نوايا الناس، ما تعرف الشخص هذا كيف نظرته لك. أيضا يعني عندهم قدرة كبيرة إنهم يعرفوا هذا الشخص، يعني إذا كان جاي من برا أو إذا كان لوكل. أذكر كان في موقف حصل لي، إنه أنا كان في ناس ضيوف بيجونا، فكنت رايحة أجيبهم، يعني ما كانوا عارفين البيت، فاضطريت أنزل للشارع على أساس أدخلهم البيت. فأنا بوصف لهم بالتلفون،
كانت في واحدة جنبي بتبيع في كشك صغير شاهي، فقالت لي لك كم سنة هنا، لك كم فترة هنا. فأنا تفاجأت، يعني أنا لابسة اللبس اللي هي لابسته بالضبط، يعني أنا لابسة الجلباب والخمار نفسه اللي هي لابسته، وبتكلم بالصومالي صح. فقالت لي انت لك كم هنا؟ فأنا جاوبتها، فبعدين سألتها قلت لها كيف عرفتي إن أنا ماني لوكل؟ قالت لي باين عليكم من طريقة مشيتكم، من كلامكم، من طريقتكم، هيئتكم. يعني فهذا كان صدمة لي يعني كبيرة. بالنسبة لي الوضع الأمني طبعا بيكون، أنا حبيت أخليه آخر شيء أتكلم فيه، لأنه الوضع الأمني بيكون الصراحة يعني من إلى متفاوت. يعني بيكون في انفجارات، لما بيكون في انفجار طبعا هذا الشيء يعني بيكون شيء مرعب، لكن غالبا يعني ما بيكون بشكل يومي. فبيكون في الأماكن اللي بتستهدف مناطق حيوية، الفنادق، الأماكن اللي بيكون فيها للحكومة وما إلى ذلك. لكن أحيانا بيحصل انفجارات في أماكن يعني شعبية، إذا كان في ما أدري إيش هي إيش هي السبب، ما أعرف الصراحة إيش هو السبب، ماني عارف الصراحة. لكن عموما الناس بتخرج تتمشى. العيد كنا بنخرج، كنا بنروح مو ملاهي، حدائق. في حدائق للأطفال، يعني حدائق إن شاء الله إذا ربي يسر ممكن أعمل فلوج للحدائق الموجودة للأطفال هنا. فالناس بتخرج عايشة حياتها، مو مثل الفكرة اللي أنا كنت ماخذتها إنه قاعدين في البيوت خايفين من الانفجار، أو إنه خلاص بعد المغرب ما في أحد بيخرج. لا، الناس بيخرجوا بعد المغرب، بعد العشاء، خصوصا في الأحياء اللي وسط البلد. بيروحوا أعراس، بيروحوا مناسبات. فهذا الشيء شجعني إنه إيش إنه أنا أخرج كمان. يعني جربت إني أخرج بعد المغرب، بعد العشاء، طبعا يعني مع الأهل وزي كذا، مو شخص لحاله. بس الحمد لله ما واجهت أي متاعب. هذه الفترة اللي كنت متواجدة فيها لي سنتين إلى الآن ما واجهت أي متاعب، وإن شاء الله بإذن الله ما أواجه. فالغرض من الفيديو هذا كله إنه أشرح للناس إنه الحياة في الصومال، أعطيكم فكرة مقاربة للحياة، وجهة نظر شخص جديد. فيكون الشخص لما يكون جاي ياخذ فكرة ويستفيد من هذا الفيديو. أتمنى إن شاء الله الفيديو اليوم يكون عجبكم. في حال حبيتوا أعمل فيديوهات مشابهة لهذا الفيديو، ممكن تكتبوا لي في اللايك، في الكومنتات عفوا، عن الأفكار أو الأماكن أو المواضيع اللي أنا ما تطرقت لها، بحيث إني أغطيها. كمان تدعموني باللايك والشير والاشتراك في القناة، هذا الشيء بيشجعني إني أقدم أكثر. أتمنى تكونوا بألف خير إن شاء الله، ومع السلامة.